كتوفر على أجهزة إجبارية باش نشوف ونتشاف. كيتوجب عليا نشغل حسب الظروف والمناطق أضواء الوضع، أضواء التقابل، وأضواء الطريق. أضواء الوضع ما كتمكنش من رؤية الطريق بشكل جيد، بل كتمكن فقط السائقين الآخرين باش يشوفوك. نستعمل إذن أضواء الوضع في التجمعات العمرانية المضوية، أو ملي نتوقف خارج موقف السيارات، أو فاش نكون على طريق مظلمة. تشغيل الأضواء الأمامية كيتحكم بطريقة أوتوماتيكية في الأضواء الحمراء للتوقف وحتى في إنارة لوحة التسجيل. العربة ديالي كتصبح إذن مضوية في القدام وكتصبح مضوية من الخلف. بعكس أضواء الوضع، أضواء التقابل كتمكنك باش تشوفي وتشافي في نفس الوقت. هاد الأضواء ماشي قوية بزاف، والخاصية ديالها كتجلى في القدرة ديالها على عدم إبهار السائقين الآخرين. إذن نستعملها في السير خلف عربة، أو لا في وقت التقابل معها أو التقابل مع راجل أو صاحب دراجة. إلا كنت داخل أو خارج تجمعات العمرانية، أو على طريق متوفرة على إنارة عمومية قوية، نشغل غير أضواء التقابل، فهي كتمكنني من الرؤية الجيدة على مسافة كافية. الضواء والطريق أضواء قوية بزاف، الإنارة ديالها كتنتشر وكتمتد على مسافة بعيدة. من الطبيعي باش نشغلها على طريق مظلمة باش تكون الرؤية ديالي على أبعد مسافة ممكنة. استعمال ضواء الطريق مسموح به حتى ولو كنت في تجمع عمراني غير متوفر على إنارة عمومية، ولكن ما ننساش أنها أضواء مبهرة. طبعا ما نضايق لا مستعمل الطريق الموجود قدامي ولا مستعمل الطريق الموجود في الاتجاه المعاكس. باش نتجنب إبهارهم نغير ضواء الطريق لضواء التقابل. كما عاد شفنا، أضواء الطريق هي أضواء كتمكن من الإنارة على مسافة بعيدة، ولكن تشغيلها ممنوع في وقت التقابل مع الآخرين. كيتوجب التنسيق في استعمال الأضواء بين مستعملي الطريق من أجل إنارة جيدة بلا ما تكون مضايقة. شنو يمكن لي نقوم به إلا بهرتني أضواء سائق آخر أثناء التقابل؟ إلا كان كيصر على استعمال أضواء الطريق، ما تفكريش انتي بدورك في استعمال نفس الأضواء. من لازم عليك تشوفي الجنب اليمين على الطريق وما تشوفيش العربة ديالو. شدي اليمين في نفس الوقت خفضي من السرعة. في الأخير يمكن لك تنبهيه بواسطة الأضواء. استعمال ضواء الطريق وانا غادي ورا سائق آخر كيشكل بدورو خطر كبير. كنظن أن المبدأ بسيط، غير ضواء الطريق ديال العربة ديالي بداو يضويو مؤخر العربة اللي قدامي، من الواجب نغيرها ونستعمل ضواء التقابل، ولا غادي نعمي السائق اللي قدامي. العكس دابا، إلا تسبب السائق اللي خلفك في المضايقة ديالك بضواء الطريق ديال العربة ديالو، عندك باش ما يعميوكش الضواء تقومي بتغيير ضبط المراية الخارجية ولا المراية الداخلية، أو تزيدي في السرعة باش تبعدي عليه. في هذه الحالة لازم تقومي بضبط زجاج المراية الداخلية بطريقة اللي تخلي الضوء ينعكس للخلف، وإلا شعرتي بمضايقة كبيرة نقصي من السرعة بلا ما تقومي بالفرملة حتى يمكن للسائق اللي خلفك يتجاوزك. حالة أخرى، نفرضوا دابا أن السائق اللي في الخلف غيتجاوزني، كيفاش يمكن ليا ننسق معاه؟ أولا، مناورة التجاوز كتكون أكثر خطورة بالليل، والعواقب ديالها وخيمة في حالة وقوع حادثة سير. في الواقع كيصعب نقدروا بطريقة مضبوطة مسافة اقتراب العربة اللي جاية من الاتجاه المعاكس. هاد الشيء علاش قبل ما نقوموا بهاد المناورة من الواجب تنتبهي وتكوني متأكدة أنك يمكن لك تشدي اليمين بكل سلامة بلا ما تعرضي السائق الآخر للخطر. من جهة أخرى، وباش تفادي عواقب الإبهار، هاد المناورة كتخضع لواحد القوانين مضبوطة بالليل. نشرح لك. على الصورة، السيارة الحمراء علنات على نيتها في التجاوز بواسطة التنبيه بالأضواء. السيارة الزرقاء لازم إذن تحافظ على استعمال أضواء الطريق حتى توصل السيارة الحمراء للمستوى ديالها. ديك الساعة
السيارة الحمراء لازم تغير أضواء التقابل لأضواء الطريق، والسيارة الزرقاء بطبيعة الحال تشغل أضواء التقابل باش ما تبهرش السائق. بهذا التنسيق والتفاهم بين السائقين مناورة التجاوز يمكن تتم في أحسن الظروف. ملتقى الطرق هو مكان خطير بالليل، من الواجب نقوم بالعبور ديالو حسب قوانين الأسبقية، مع أخذ الكثير من الحذر وباستعمال الضواو لتنبيه مستعملي الطريق الآخرين على وجودي في الملتقى. الرؤية كتكون محدودة في المنعرج عند رأس العقبة، بنفس الشيء خاصني ننبه بالضواو. كيصعب رؤية بعض مستعملي الطريق على بعد في الليل، خاصة الراجلين وأصحاب الدراجات، ما كيشوفوهمش السائقين حتى لآخر لحظة. مثلا في بعض الأماكن المظلمة وجود رجل على الطريق كيقد يفاجئ السائق. هادشي علاش لازم ديما نقصوا من السرعة ونتوقفوا من أجل السماح بالمرور إذا دعت الضرورة بذلك.